هذا اللغوي الكبير المشهور صاحب فقه اللغة في أول الكتاب: من أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسوله أحب لغته، ومن أحب لغته أحب العربية، لأن العربية لغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولأن العربية لغة أهل الجنة، ولأن العربية نزل بها القرآن، ولأن العربية فتحنا بها العالم. يا الله، ترى العربية هي أجمل لغة في العالم بلا تحيز ولا تمييز. حتى قالوا مثل جلال الدين الرومي نظم قصيدة الشعر الكبير في العربية محمد إقبال: العربية مفرداتها 40 مليون كلمة، الإنجليزية 40,000. لغة الصوت والصورة والموسيقى والفن هي العربية. لغة الإيحاء والأداء والتأثير هي العربية. خرير الماء من الخرخرة، تمتمة الماء من التمتمة، زقزقة العصافير مع الصوت والصورة. لا يوجد أجمل من العربية، ومع ذلك يتخلى الكثير منا، وحتى أطفالنا أصبحوا الخدامات من البوذيات والزرادشتيات والمانويات، يعلمونهم كل لغة إلا اللغة العربية. وأصبح أسرنا وأصبح النساء يتفاخرون أن ابنها بلبل وبنتها بلبل بالإنجليزي والفرنسي ولا يعرفون العربية، ولا يعرف الابن يتكلم كلمة في المجلس ولا يلقي خطاب، وإذا جاء يلقى يتغمغم ويوهمهم كأنه جاء من جبال قندهار أو من كابول. أعجمي. حتى ابنائنا ذا الحين سلمناهم للباكستاني والأفغان. يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري يقول: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا، في تفسير وكلنا بها قوم في قول سبحانه ليسوا بها بكافرين. قال: وكلنا أبنائنا الباكستاني والأفغان يعلمونهم القرآن. والقرآن نزل علينا نحن كبار السن، عندنا في 60 ما يعرفون يقرأون القرآن، ما يجودون، لأنه مشغولون بالعرض الشعبية، مشغولون بزين الإبل، مشغولون بالضمان الاجتماعي، مشغولون بالتعالي على القبيلة، مشغولون بالتمدح إن فتحنا وإن سوينا وصنع. ماذا فتحنا؟ لم نفتح شيء. فلذلك ينبغي أن نعلم أن اللغة العربية حبها شريعة، حبها إيمان، اعتقاد. وأنا من هذا المنبر أدعو أخواتي على رسم الدكتورة عائشة إلى التركيز على أن العربية عقيدة، وعلى أنها مبدأ، وعلى العربية الفصيحة. أنا ما أريد المذيعين اللي في الشاشات الآن، حتى يقول أحدهم حمد الجاسر غفر الله لعلامة الجزيرة، قال: يا مذيعين عندنا أغضبوا سيبويه حتى أخذت جلطة. سيبويه يعني إمام اللغة، يطلع مذيع عندنا ويتكلم لا يعرف العربية شيئا، ينصب المرفوع يخفض المنصوب، وهم أبناء يعني أنهم مذيعين يعني يتكلموا العربية. فأرجو أن تكون عندنا دورات اللغة العربية، أرجو أن نتشرف باللغة العربية، أرجو. يقول ابن تيمية هذا ليس مني، انظر إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: من تكلم بغير العربية لغير حاجة فهي من علامات النفاق. هذا ابن تيمية قاله، وأنا والله إني وجدت هذا صحيحا. من تكلم بغير العربية لغير حاجة، يعني أنت حاجة يمكن لك أمامك إنجليزي، لا بتكلم إنجليزي، فرنسي، لكن وش تجي في خيمة عند والدتك وتقول good morning عند أمك وهي ما تعرف تصلي، وتقول عند أبوك شايب عمره 90 في الضمان الاجتماعي ما يعرف جزء عمه ثانك يو. هذا علامة النفاق، يعني أنك متشرف بلغات القوم، يعني أنك مسلوب الإرادة، يعني أنك مهزوم داخليا، يعني أنك ما لست متشرف بلغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام أفصح الناس. قالوا له الصحابة: يا رسول الله والله ما رأينا أفصح منكم، أنا أتحدى من يأتيني منكم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم غلط في حرف أو في كلمة أو توقه أو تلعثم. كان يخطب على المنبر يهتز المنبر، يبكي المنبر الخشب، حتى يقول أحمد شوقي أمير الشعراء: وإذا خطبت فالمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، تبكي الجدران منه. يخطب في الجمعة ساعتين صلى الله عليه وسلم. والله مرة من المرات أنه خطب، يقول حذيفة في الحديث الصحيح: خطبنا من صلاة الفجر إلى الظهر، ثم صلينا الظهر، فخطبنا إلى العصر، فصلينا العصر، ثم خطبنا إلى المغرب، فصلينا المغرب. والله ما تلعثم في كلمة ولا أخطأ في مكانه، والله ما ترك شيئا مما كتبه الله أو مما قدره الله أو سوف يقدره الله إلا أخبرنا، حفظ من حفظ ونسي من نسي. الزبيري شاعر اليمن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتلى اللفظ أمة من عفائه. حتى يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة: والله يا رسول الله ما رأينا أفصح منك. فما هذه الفصح؟ قال: كيف لا أكون أفصح العرب وأنا من قريش وتربيت في بني سعد، في بلد بني سعد. بني سعد تراهم من تعرف القبيلة المعروفة من عتيبة في البادية فصحاء، وقرشي. يقول: كيف لا يجيني الفصاحة؟ أنا تربيت أنا قرشي هاشمي وتربيت في بلد بني سعد. أرسلوا أهله على سال الحضارة لا يرطن أحيانا، لأنه كان يدخل الحابيش في مكة، فخاف أهله وهو صغير صلى الله عليه وسلم أن يتلقى بعض الكلمات فلا يفصح، فأرسلوا لحليمة السعدية فكانت تسقيه لبنا وفصاحة
وشهامة وأصالة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فعادي يأتي على الجموع يتكلم صلى الله عليه وسلم، هذه لغته هو، نترك لغته. لغة أهل الجنة هي لغة العربية. أهل الجنة ما يتكلمون بالفرنسي ولا يتكلمون أردو، الأرض بتتكلم أردو الآن، يتكلمون عربي. يقول سبحانه وتعالى في القرآن: تحيتهم يوم يلقونه سلام.